خلونا نذهب بقى للنادي الأهلي اللي في المغرب وخاض تمرينه الأخير على استاد تطوان بالمغرب. هيقابل أوكلاند سيتي النيوزيلندي بكرة 9 مساء أو 9 مساء في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية. سيد سفير ياسر عثمان سفير مصر لدى المغرب، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ هلا 9 مساء ده توقيت المغرب زي توقيتنا ولا توقيتات مختلفة سيادة سفير؟ لا حضرتك، هو 9 مساء يعني 10 مساء في القاهرة. 10 مساء فرق ساعة. فرق ساعة، 10 مساء في القاهرة. طب طمني بقى على الفرقة، على الجماهير، طمني على أحوال الأهلي. لا هو بصراحة الفرقة الحمد لله يا فندم، يعني كل أمورها مستقرة، ما فيش أي مشاكل. الجانب المغربي موفر كل التسهيلات وكل الترتيبات اللازمة لراحة البعثة منذ وصولها يوم 28 مساء في مطار طنجة الدولي. كان في استقبالها المسؤولين المغاربة واتحاد الكرة المغربي والجالية المصرية. يعني الجالية المصرية أنا بس عايز أشيد بيها، لأن الجالية المصرية سافرت اكتر من 300 كيلو وفي ناس جت على مسافه 500 كيلو للترحيب بالنادي الاهلي. فكان فعلا يعني منظر مشرف لمصر وحاجه فعلا مفرحه. هي الجاليه المصريه موجوده في مدن اخرى بعيده يعني؟ صحيح، هي منتشره في المغرب، يعني دار البيضاء، الرباط، في مراكش، بقيه المدن المغرب اللي هي تبعد عن طنجه ممكن اكتر من 300 كيلو. يعني متوقعين جمهور اهلاوي قد ايه يا سياده سفير؟ جمهور اهلاوي مصري. والله يا فندم احنا دلوقتي متوقعين دلوقتي مئات المصريين يجوا اولا من مصر. يعني دلوقتي في شركات سياحه انتهت من يعني الحصول على التاشيره، ونتوقع انه بكره هيبقى في جماهير مصريه قادمه. بالنسبه للجاليه هنا بيتم دلوقتي حشد للجاليه ان شاء الله، عشان هي كمان تسافر ان شاء الله بكره على طنجه وتكون ورا الاهلي ان شاء الله. وكمان في حاجه ثانيه يا فندم، الجمهور المغربي، يعني احنا متوقعين الجمهور المغربي كله يبقى مستند للاهلي ان شاء الله بكره في الماتش. اعتقد الجمهور المغربي كمان، وانا عارفه ان الجمهور المغربي بيحب الاهلي، يعني لما يكون الاهلي بيلعب امام فريق اخر غير فريق مغربي مش الوداد، يعني بيكون الجمهور المغربي مساند للاهلي. صحيح يا فندم، هو يعني الاهلي ليه شعبيه كبيره، يعني الكره المصريه ليها شعبيه كبيره جدا، والشعب المصري ليه مكانه في قلب الشعب المغربي، واحنا بنعول على هذا ان شاء الله عشان يبقى في تشجيع كبير ويبقى الاهلي بيلعب في وسط ارضه ان شاء الله. بس بتطمني ان التمرينه الاخرانيه اتعملت واوضاع الفرقه تمام، الاوتيل اللي هم فيه تمام، كابتن خطيب والمجلس الاداره كل اوضاعهم مستقره؟ كله تمام يا فندم. هم انتقلوا النهارده من تطوان الى طنجه، لان هي تطوان المكان اقامه النادي على بعد تقريبا 70 كيلومتر من طنجه. هم انتقلوا النهارده لطنجه عشان يبقوا بجانب الملعب بكره ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في سفر، يبقى الفريق مستريح ويبقى يا دوبك بينه وبين الملعب يعني كيلومترات قليله يعني. فبكره الماتش هيتلعب في طنجه. تمام يا فندم، في الملعب بتاع طنجه. شكرا سيد سفير ياسر عثمان سفير مصر لدى المغرب على كل، طبعا شكرا على اكيد المساعده والتيسيرات.